اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنتكلم عن كاميرا تليفون سوني اكسبيريا اكس زد اللي تعتبر واحده من اهم المميزات الموجوده فيه. خليكم معانا. نتكلم الاول عن السبيكس او الخصائص بتاعه الكاميرا. الكاميرا الخلفيه للتليفون بدقه 23 ميجا بكسل، وطبعا ده رقم كبير جدا هيبان في جوده الصوره ودقه الصوره في الصور اللي احنا هنصورها مع بعض في الفيديو. فتحه العدسه بتاعه الكاميرا هي 2، وده برضه رقم كويس هيخلي التصوير احسن في الاضاءه الليليه. ومن الحاجات الجديده اللي سوني ضافتها على الكاميرا هي وجود 3 سنسورز، واحد منهم هو الايمج سنسور، والتاني هو الليزر اوتو فوكس سنسور، والتالت هو الار جي بي سي اي ار سنسور. وجود الثلاثه سنسورز دول مع بعض المفروض ان هو هيفرق في جودة الصورة والوانها، وهيسرع ويزود من كفاءة الاوتو فوكس، وكمان هيخلي تصوير اي حاجة متحركة احسن واكتر دقة. بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل، وكمان فتحة عدسة 2، وبتصور فيديو بدقة فول اتش دي. الكاميرا الخلفية لو لاحظنا هنلاقي الانترفيس بتاعها اول ما بنفتحه بيكون فيه كذا زرار على الشاشة. اولهم هو الحاجة الرئيسية الزرار بتاع السيتنجز او زرار الخصائص، وده بنقدر نتحكم من خلاله في كذا حاجة زي مثلا السيلف تايمر، زي الكالر والبرايتنس بتاعه الصوره، ان احنا ممكن نخلي الصوره متجهه للاحمر او الازرق. ممكن كمان نتحكم من خلاله في الريزولوشن اللي بيدينا فيه كذا اوبشن، 8 ميجا بايت او 20 ميجا بايت او 23 ميجا بايت، ودي الحاجه المهمه اللي موجوده في التليفون هو انه موجود بدقه 23 ميجا بايت. كمان نقدر نتحكم في حاجات كتيره تانية زي مثلا الاوبجكت تراك اللي هنتكلم عنه كمان شويه، او ان احنا نضيف جريد لاينز او لا، وحاجات تانية كتير موجوده في السيتنجز. الكاميرا فيها 4 اوضاع رئيسيه للتصوير، وهم اللي احنا بنغيرهم من فوق. هنتكلم دلوقتي عن اول وضع، هو الوضع المانوال او اليدوي. وضع المانوال مود مخصص للناس اللي بيفهموا شويه في التصوير او عندهم خلفيه عن التصوير، فيقدروا يتحكموا في الخصائص بتاعه التصوير بصوره يدويه. زي مثلا عندنا كذا حاجه بنتحكم فيها زي الفوكس، ان احنا بنحدد التركيز في الصوره بيكون على ايه. فمثلا بيختلف التركيز بين الكوره وبين الشجره اللي ورا الكوره زي ما احنا شايفين. تاني حاجه هي الشاتر سبيد، ودي لما بنقللها او بنسرعها بيساعدنا ان احنا نصور الحاجات اللي بتتحرك بسرعة أحسن. يعني مثلا لو زي ما احنا شايفين كده الإضاءة عالية والحاجة بتتحرك واحنا مش شايفينها، لكن كل ما بنقلله أو بنزود السرعة بتاعته بتبقى الحاجة شارب أكتر ونقدر نصورها هي بتتحرك بسرعة أحسن. تالت حاجة بنقدر نتحكم فيها من خلال مانوال مود هي الإكسبوجر، ودي ببساطة هي درجة الإضاءة أو السطوع بتاعة الصورة، إن احنا ممكن نزودها على الآخر أو نقللها على الآخر. ورابع حاجة هي الوايت بالانس أو درجات اللون الأبيض، ودي بيدينا فيها كذا وضع إن احنا نقدر نغيره من خلالهم على حسب درجة الإضاءة الموجودة في الأوضة، والموبايل بيقدر يغير نفسه عليه. ممكن نعملها في الاخر على الوضع الاوتوماتيك او الوضع الاوتو. كمان من الخواص الكويسه الموجوده في وضع المانوال هي الاتش دي ار، ودي اللي بتتيح لنا ان احنا لو الصوره بتتصور وفيها اضاءه جامده جدا وعلى الناحيه الثانيه فيها شادوز او ظلال كتيره جدا، نقدر ان احنا نفعل الاتش دي ار فيدمج الظلال مع الاضاءه العاليه ويطلع صوره اضاءتها متوسطه. من الخواص برضو الحلوه الموجوده ان حاجه اسمها الكويك لونش، ان احنا بنحدد للتليفون بنقول له لما نيجي نعمل كويك لونش يفتح الكاميرا بس ولا يفتح ويصور ولا يفتح يصور فيديو. تعالوا نختار ان احنا هنفتح ونصور صوره عاديه. لو جينا قفلنا التليفون عشان نجرب الكويك لونش ودوسنا على زرار الكاميرا هنلاقي ان التليفون فتح وصور على طول. تاني وضع موجود من الاوضاع الرئيسيه هو وضع الاوتوماتيك، وده طبعا للناس اللي مش عايزه تشغل دماغها بتظبيط فوكس وشاتر واكسبوجر والحاجات دي كلها، بتجيب الصوره على الاوتو والموبايل على طول بيظبط الاضاءه بتاعته، بيظبط كل حاجه على حسب الاوضاع الموجوده اوريدي في الاوضه اللي احنا فيها او في المكان اللي احنا فيه. تالت وضع موجود في التليفون هو وضع تصوير الفيديو، والموبايل بيصور فيديو لحد 4K مع امكانيه ان احنا ناخد صور او سكرين شوتس من الفيديو اللي بيتصور ده تكون 8 ميجا بكسل زي ما احنا شايفين واحنا بنصور فيديو نقدر ناخد سكرين شوتس. وكمان في الاوبشنز المتاحه للتصوير عندنا 30 فريم في الثانيه و60 فريم في الثانيه، والاثنين فول اتش دي. 60 فريم في الثانيه هتكون مفيده وهتكون كويسه جدا لو احنا عايزين نصور حاجه سلو موشن او بالتصوير البطيء. ومن الخواص كمان الكويسه الموجوده في التليفون هي خاصيه الاوبجكت تراكنج، ودي اللي بتساعدنا لو احنا بنصور حاجه بتتحرك ومش عايزين نفقد الفوكس من على الحاجه دي، فبندوس على الشاشه مرتين والفوكس بيفضل متابع الحاجه دي في الحركه بتاعتها. لكن اللي لاحظناه اثناء الاستخدام ان مش دايما الاوبجكت تراكنج بيكون شغال بفعاليه. من الخواص كمان الحلوه جدا الموجوده في تصوير الفيديو في التليفون هي خاصيه الاستادي شوت، ودي بتكون مفيده لو احنا بنصور فيديو بالتليفون وبنتحرك في نفس الوقت، فبدل ما يكون في الشاشه اهتزازات او حركه جامده بنختار اي وضع من الاوضاع الموجوده في الاستادي كام. بعد كده بنلاقي ان الفوتج او الفيديو المتصور بالتليفون بيكون فيه ثبات عن الفيديو في الوضع الاولاني. دلوقتي احنا اتكلمنا عن اول وضع للتصوير هو وضع المانوال ووضع الاوتو، واتكلمنا عن وضع الفيديو. فاضل اخر وضع هو وضع الكاميرا ابس.
الكاميرا ابس عباره عن مجموعه من الابلكيشنز اللي شركه سوني حطاها، واللي بتتيح لنا ان احنا نصور صور شكلها حلو جدا. فمثلا لو اخترنا اول ابلكيشن هو اي ار افكتس، بنقدر نختار من اكتر من علم موجودين في التليفون. لو اخترنا فيري تيل زي ما احنا شايفين بيبدا يعمل عالم من الحاجات الموجوده، ونقدر نتحكم بقى في كل الحاجات الموجوده دي، ان احنا نكبرها او نصغرها او نغير مكانها ونصور صور زي ما احنا شايفين، ونقدر كمان نتحكم في الصوره بعد ما احنا نصورها، وممكن كمان نصور فيديو كامل بالحاجات دي. طبعا في اكتر من ابلكيشن، في حاجه مثلا زي كرييتيف افكت. كرييتيف افكت عباره عن مجموعه من الفلترز، بس طبعا مش موجوده في البرامج العاديه اللي بتكون نازله على التليفونات. نقدر نتحكم في كل فلتر موجود، نقدر نصور من خلاله صور عاديه، وكمان الحلو ان احنا ممكن نصور فيديو كامل والفلتر ده موجود عندنا على الشاشه. من الابلكيشنز كمان اللي جربناها وعجبتنا في الكاميرا ابس هو الستيكر كرييتور، اللي بيتيح لنا ان احنا نضيف لوجو على الصور بتاعتنا، بس مش اي لوجو، احنا ممكن ان احنا نصور اللوجو اللي احنا عايزينه ونضيفه على كل الصور بتاعتنا. يعني مثلا هنا هصور دي وهقول له ان انا عايز الكلمه بتاعت ريفيوزاتي تبقى هي اللوجو بتاعي، هقصه من هنا واحط عليه مثلا اي افكت واعمل له سيف. بعد كده بقت موجوده عندي كلوجو، واقدر اقول ان انا عايز اخد صوره باللوجو ده. بختار مكانه الاول مثلا احطه تحت على اليمين واصور، بقت عندي دلوقتي الصوره متصوره باللوجو اللي انا اخترته. دلوقتي هنتكلم عن كاميرا التليفون الاماميه، وزي ما احنا ملاحظين برضو هنلاقي ان هي فيها 4 اوضاع زي اللي كانوا موجودين في الكاميرا الرئيسيه، بس طبعا مع بعض الاختلافات. ان احنا لو جينا نشوف هنا هنلاقي ان اعلى حاجه في الريزولوشن هي 13 ميجا بكسل على عكس الكاميرا الخلفيه. هنلاقي موجود برضو الاتش دي ار، ودي حاجه كويسه ان هو يكون موجود في الكاميرا الاماميه. لو جينا نجيب وضع الفيديو هنلاقي ان هو ما فيهوش تصوير 60 فريم في الثانيه، فهو بيصور برضه بنفس الريزولوشن بس بيصور 30 فريم في الثانيه بس، فمش هنقدر نعمل بيه سلو موشن حلو قوي زي ما هنعمل بالمين كاميرا. ودي طبعا حاجه مفهومه لان الكاميرا الاماميه في المعتاد بتكون امكانياتها اقل من الكاميرا الرئيسيه. بس من الحاجات الحلوه الموجوده في الكاميرا الاماميه ان هو في برضه وضع الستيدي شوت، نفس الستيدي شوت اللي كان موجود في المين كاميرا موجود في الفرونت كاميرا، ودي حاجه شايفين انها كويسه جدا. كمان الكاميرا ابس اللي كانت موجوده في المين كاميرا هنلاقيها برضه موجوده في الفرونت كاميرا، بس مش كلها بتشتغل على الفرونت كاميرا. ده كان عرض الخصائص كاميرا تليفون اكسبيريا اكس زد. تقدروا تشوفوا فيديو فتح الصندوق للتليفون من اللينك ده، وتابعونا على ريفيوزات.com لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.